كشف أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى الإسماعيلي السابق عن واقعة وصفها بأنها من المواقف النادرة التي شهدها داخل جدران النادي الإسماعيلي. بطلها كان قائد الدراويش السابق باهر المحمدي. قال أحمد عادل عبد المنعم: في موقف حصل قدامي في الإسماعيلي مش بيتكرر كتير في الكورة. باهر المحمدي خد شيك بمقدم عقده قيمته كانت أكتر من 1,000,000 جنيه. وأضاف: بعد 3 ساعات فقط من صرف الشيك وتحويل المبلغ إلى حساب باهر المحمدي، اتصل بيه المهندس يحيى الكومي وقال له إن في مشكلة عنده، ولم يكن يعلم أنه مطالب بصرف مرتبات موظفي النادي الإسماعيلي ويحتاج إلى الأموال. وتابع: باهر المحمدي حول الفلوس في ساعتها وقال إن الموظفين أولى بيها. وبعدها قعد باهر المحمدي شهور عشان يعرف ياخد فلوسه تاني. واختتم أحمد عادل عبد المنعم تصريحاته مؤكدا أن الواقعة كانت واحدة من صور العشوائية التي شهدها خلال فترة وجوده داخل النادي الإسماعيلي.